باشمهندس احمد، ايه اللي قدامك دول؟ دول انواع الرشاشات المختلفه. اللي قدامك ده الابرايت. طيب تعرف منين اللي هو الابرايت؟ بتبص كده على شكل الشمسيه او الديفليكتور، بتلاقيه باصص لتحت. عندك الرشاش ده وهو رشاش البندنت، بيتركب بالمنظر ده. بتلاقي ان الديفليكتور بتاعه عدل. عندك السايد وول وده بيتركب بالجنب، ولازم تتاكد من اتجاه الفلو، وهل هو باصص لفوق ولا باصص لتحت. يعني كده ده تركيبه غلط، المفروض يتركب بالمنظر ده. واخيرا وهو الكونسيلد، والكونسيلد ده بيكون عباره عن غطاء خارجي. الغطاء الخارجي ده اول لما يوصل لدرجه حراره معينه بينصهر فبيقع، فبعد كده الرشاش بينكسر، الازازه اللي جوه بتتكسر، فالميه بتخرج زيه زي البندن. طيب خلي بالك برضه من النقطه، ان انت لو جيت هنا تاخد بالك هتلاقي ان الزجاجه اللي جوه رفيعه قوي 3 مللي. اما لو انت جيت تاخد بالك هنا الازازه هتلاقيها 5 مللي. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الفرق ببساطه ان ده ستاندرد ريسبونس، اما ده فاست ريسبونس. ده استجابته سريعه اما ده استجابته بطيئه، بيبقى فرق جزء من الثانيه او ثواني. نقطه برضو مهمه لازم تاخد بالك منها في الرشاش، وهو اللون بتاعه. اللون بتاعه احمر ولا ازرق ولا اخضر؟ تفرق؟ تفرق. كل لون بيعبر عن درجة حرارة معينة بينصهر عندها الإزازة دي، فمن ثم أما تنصهر هتتكسر، فالطبة دي تقع، فالمية هنا بتكون ضغطها عالي فتنزل على الديفليكتور فتعمل أمبريلا فتساعد على إطفاء الحريق. النقطة الثانية وهو الكي فاكتور. مهم قوي الكي فاكتور. احنا اشهر كي فاكتور احنا بنشتغل بيه 5.6، ولكن احنا عندنا كي فاكتور ممكن يبقى 25 على حسب التطبيق اللي عندنا.